اللي قد يكون الموسم الفردي الاعظم في تاريخ الدوري الانجليزي. ما اعتقدش ان ممكن حد يعمل موسم اعظم من اللي محمد صلاح بيعمله حاليا ده. ما اعتقدش ان في حد ممكن يقدر ان هو يوصل ل 30 جون فيما اكتر و20 اسيست فيما اكتر. عارف ان انت ممكن تكون ما بتحبوش ومختلف معاه في اراء كتير بيعملها بره الملعب، بس جوه الملعب لازم نعترف ان ده واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر وفي تاريخ افريقيا. عارف ان كتير مننا في خلال السنتين اللي فاتوا دول بقى بيكره محمد صلاح جدا، وبقى بالنسبه له محمد صلاح ما بقاش مننا، ما بقاش واحد مننا عشان الحاجات اللي عدت علينا وهو ما شاركش فيها او ما عملش اللي احنا كنا عايزينه يعمله. عارف كل ده والله. فعايزك تبعد مواقفه بره الملعب كده على جنب، اللي هو نفسه اتكلم قبل كده وقال لك انا مش عايز حد ياخدني قدوه، فاحنا خلاص كلنا متفقين على ده وهو كمان متفق على ده. بس خليني اقول لك بقى على شويه حاجات كده محمد صلاح عملها الشهر ده اللي هو شهر فبراير في الدوري الانجليزي، ونخش كده على ارقامه التاريخيه جوه الملعب. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا كده نشوف هنقول ايه. عنوان الحلقه والسبب ان الحلقه دي تتعمل هو ان محمد صلاح بقى لاعب الشهر رسميا في الدوري الانجليزي عن شهر فبراير، ودي المره الثانيه اللي يقدر يكسب فيها لاعب الشهر في الموسم اللي احنا فيه ده. خلينا بقى كده نقول احصائيات محمد صلاح شهر فبراير. هو اكتر لاعب سجل في الدوري الانجليزي، سجل 6 اهداف. هو اكتر لاعب صنع في الدوري الانجليزي، عمل 4 اسيستات. هو اكتر لاعب صنع فرص ب 13 فرصه، وكمان هو اكتر لاعب صنع فرص محققه للتسجيل ب4 فرص. واحد هيجي يقول لي دلوقتي ال10 مساهمات دول اكيد كانت قصاد فرق ضعيفه. تعال اقول لك بقى اهداف واسيستات صلاح في الشهر فبراير كانت قصاد مين؟ بورنموث مع ايراولا اللي تقريبا في المركز السادس، ايفرتون مع ديفيد مويس اللي عاملين بدايه ولا اروع معاه، استون فيلا مع اوناي ايمري واللي متاهلين دلوقتي دور الثمانيه في دوري ابطال اوروبا، مانشستر سيتي اللي حتى لو عاملين موسم وحش ليهم هتفضل فرقه كبيره برضه، واخر فرقه هي نيوكاسل. الفرق اللي محمد صلاح مساهم فيها بال10 تجوان لا فرق تقيله وفرق رخمه. المبهر بقى ان محمد صلاح ارقامه في شهر فبراير ساهمت بشكل كبير قوي لحاجات تانية كتير هنعرفها دلوقتي. اول حاجه ان محمد صلاح الجائزه اللي خدها دي بقى اكتر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي ياخد جائزه لاعب الشهر، اتساوى فيها مع هاري كين واجويرو. هما الاثنين او هما الثلاثه بقى مع محمد صلاح خدوها 7 مرات. طبعا محمد صلاح قادر ان هو الباقي من الموسم لو خدها كمان مره هينفرد هو بالرقم ده. محمد صلاح بمساهمته في شهر فبراير ده قدر ان هو يوصل حاليا ل 27 جون و17 اسيست، يعني 44 مساهمه تهديفيه. بال 44 مساهمه تهديفيه دول اتعادل رسميا مع هنري وهالاند، بحيث ان هم الثلاثه بقوا اكتر 3 لعيبه قدروا ان هم يساهموا باهداف سواء جوان او اسيستات في موسم واحد من تاريخ البريمير ليج. ده غير طبعا ان محمد صلاح لسه له 9 جولات كامله عشان يقدر ان هو يكسر الرقم ده. طيب محمد صلاح دلوقتي ناقص له 3 مساهمات ويبقى اكتر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي مساهمه بالاهداف. ايه يا عم ده، هو انت هتلخبطنا ولا ايه؟ وانت مش لسه قايل دلوقتي ان هو وهنري وهالاند بقوا اكتر 3 لعيبه في تاريخ البريمير ليج يساهموا باهداف في موسم واحد؟ ايوه، ما انا قلت لك ان هم الثلاثه اكتر لعيبه في تاريخ البريمير ليج مش الدوري الانجليزي. هتقول لي يعني ايه؟ انا ما بقتش فاهم حاجه. هقول لك دلوقتي. الدوري الانجليزي قبل سنه 92 كان مكون من 22 فريق، كان بيبقى كام جوله؟ كان بيبقى 42 جوله. الموضوع ده اتغير بعد سنه 92 وبقى بمسماه الحديث البريمير ليج او بشكله الجديد اللي هو 20 فريق بس ب 38 جوله خلال الموسم. محمد صلاح وهنري وهالاند هم اكتر مساهمه في حقبه ما بعد سنه 92. طب قبل سنه 92 ألان شيرر وأندي كول ب 47 مساهمة تهديفية. محمد صلاح حاليا 44 مساهمة تهديفية. يعني محمد صلاح لو ناقص له 3 مساهمات أو يجيب 4 مساهمات ويعدي بقى ألان شيرر وأندي كول، وكده كده هو متساوي مع هالاند وهنري. يعني 3 مساهمات تهديفية ومحمد صلاح يكون صاحب أعلى مساهمات في تاريخ الدوري الإنجليزي بقى من ساعة ما اتعمل. هتقول لي بريمير ليج، هتقول لي دوري إنجليزي، هتقول لي ما قبل 92 او ما بعد 92. محمد صلاح هيبقى الاكثر مساهمه في تاريخ الدوري الانجليزي كله بقى. فانا عارف ان الحته دي تلخبط شويه، بس بشويه تركيز هتفهموا. بعد سنه 92 اكتر لعيبه ساهمت في اهداف في تاريخ البريمير ليج هم هالاند، هنري، صلاح. طيب ما قبل سنه 92 زي ما قلنا ألان شيرر واندي كول، اللي هم بالمناسبه لاعبين زياده 4 ماتشات عن صلاح وهنري وهالاند، لان زي ما قلنا الدوري الانجليزي قبل 92 كان 42 جوله، انما بعد 92 بقى 38 جوله بس. يبقى احنا كده قلنا مساهمات صلاح ال 44 في الدوري الانجليزي حاليا هي موقفاه فين كاكتر لعيبه مساهمه في تاريخ الدوري، وممكن يوصل لفين اللي هو يعدي ارقام ألان شيرر واندي كول. طيب محمد صلاح بقى حاليا ارقامه في شهر فبراير ساهمت في ايه؟ ساهمت ان هو يكون الهداف التاريخي الاجنبي للبريمير ليج ب 184 جون متعادل مع اجويرو. غير بقى كمان ان هي ساهمت في ان هو يدخل قائمه التوب 5
للهدافين التاريخيين في تاريخ الدوري الانجليزي كله. ناقص له 3 اجوان بس ويعدي اندي كول ويبقى رابع هداف البريمير ليج في التاريخ. قدر ان هو يكون الهداف التاريخي الثالث لليفربول في تاريخهم كله في كل المسابقات ب 242 جون. يعني محمد صلاح من ساعه ما رجله خطت كده ليفربول من 7 ولا 8 سنين هو مسجل معاهم 242 جون. طيب في ارقام تانية بقى صلاح ممكن يكسرها. صلاح ناقص له 4 اسيستات ويكسر رقم دي بروين وهنري ويبقى اكتر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي صنع اهداف في موسم واحد. صلاح ناقص له 9 تجوان ويعادل رقم هالاند بحيث ان هو هيكون اكتر لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي يسجل اهداف في موسم واحد. هالاند حاليا عنده الرقم ده متسجل باسمه ب 36 جون. صلاح حاليا 27 جون. يعني 9 تجوان صلاح يتعادل مع هالاند، 10 تجوان صلاح يكسر الرقم ده. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الاهداف لوحدها والاسيستات لوحدها. محمد صلاح بقى قادر ان هو يعمل رقم تاريخي يجمع بين الاثنين. ايه هو؟ ان هو ناقص له 3 اسيستات بس في ال9 جولات الجايه ويبقى تاني لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي يعمل 20 جون او اكتر و20 اسيست او اكتر، يعني يكسر حاجز ال20 من حيث الاجوان ومن حيث الاسيستات. مين عمل الرقم ده قبل كده؟ مفيش الا لاعب واحد بس وهو هنري. محمد صلاح دلوقتي عنده 27 جون، يعني هو فعلا كاسر حته الاجوان، وعنده 17 اسيست، يعني ناقص له 3 اسيستات ويجمع بين الرقم المميز ده. فصلاح انت ناقص لك 9 جولات تعمل فيهم كميه ارقام هتخلي وانت كده كده اسمك اتخلد خلاص في تاريخ الدوري الانجليزي. بس ال9 جولات دول ممكن تعمل فيهم ارقام يخلي اسمك يتخلد للابد، لان الارقام دي هتبقى صعبه جدا على اي حد بعدك ان هو يعملها. وانا اتمنى محمد صلاح ما يتاثرش بخروج ليفربول من دوري ابطال اوروبا وابتعاده يعني شويه عن البالون دور، لان ال9 جولات اللي في الدوري الانجليزي دول انت ممكن تعمل فيهم حاجات حرفيا ما تتعملش. ومين عارف ما يمكن خروج ليفربول من دوري ابطال اوروبا ده ممكن ينفع صلاح شويه، لان ان انت كنت تنافس على الجبهتين ما كانش هينفع. كان لازم ايرن سلوت هيجي وقت ويريحه في ماتشات الدوري عشان ماتشات دوري الابطال. فانت حاليا خلاص ما عندكش غير النهائي قصاد نيوكاسل بكره و9 جولات تعمل فيهم بقى الارقام اللي انت عايزها في الدوري الانجليزي. باذن الله صلاح يعمل ال3 اسيستات عشان ينفرد بحته الاسيستات دي. ده غير ان في رقم انا ما اعرفش في حد عمله قبل كده ولا لا، ان هو يسجل 30 جون او اكتر ويعمل 20 اسيست او اكتر. دي لو صلاح عاملها وهو ناقص له 3 اسيستات و3 تجوان، مش بعيد عن صلاح خالص. لو عملها اظن ان هو هيبقى اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الانجليزي كله اللي يجمع ما بين اكتر من 30 جون واكتر من 20 اسيست، او 30 جون فيما اكتر و20 اسيست فيما اكتر. فباذن الله انا واثق جدا في عقليه صلاح ان هو الخروج من دوري الابطال ده مش هيأثر عليه خالص، وهيركز جدا جدا في الدوري وفي الارقام اللي مستنياه. وبس كده، دي كانت حلقه كده بنتكلم فيها عن ارقام صلاح بمناسبه ان هو كسب رجل الشهر في الدوري الانجليزي للمره السابعه في تاريخه. فقلنا شويه حاجات كده محمد صلاح كسرها ولسه هيكسرها في الموسم التاريخي اللي قد يكون الموسم الفردي الاعظم في تاريخ الدوري الانجليزي. ما اعتقدش ان ممكن حد يعمل موسم اعظم من اللي محمد صلاح بيعمله حاليا ده. ما اعتقدش ان في حد ممكن يقدر ان هو يوصل ل 30 جون فيما اكتر و20 اسيست فيما اكتر. فموسم للتاريخ مستنيك باذن الله صلاح بعد نهايه ال9 جولات المتبقيين. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، ونتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.